السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد مع دائما ملابس المحجبات لصيف 2023. موديلات جديدة بألوان رائعة وقمشة اللي هي رائعة والأثواب اللي هي رائعة مريحة لفصل الصيف. كنتمنى الفيديو يلقاكم تكونوا في أحسن الأحوال. أكيد قبل ما ندخل في الفيديو فتنتمنى من المشاهدين ديال هذا الفيديو هذا ما ينسونيش باعجاب كتحفيز وتشجيع ليا باش نزيد نقلب لكم على كل ما هو جديد في عالم موضة المحجبات. وايضا ما تنساوش تشتركوا هذا الفيديو مع الاحباب ديالكم باش تعم الفائده. هذا الفيديو غتشوفوا فيها ان شاء الله مجموعه ديال الفساتين للمحجبات وايضا لغير المحجبات، النساء والفتيات الانيقات اللي تيبغيو اللباس المحتشم وفي نفس الوقت يبغيو لباس يكون انيق لهذا موسم صيف 2023. كيف ما تشوفوا امامكم غنبداو بنفس الموديل بلوينات مختلفين اللي فستان تيجي رائع جدا كما كتشوفوا بالوان مختلفه. نمروا لهذا الفستان اللي هو نوعا ما كلاسيكي، يعني تصلح للمساء او للسهرات اكثر. هو بسيط جدا لكن فصال ديالو كلاسيكيه وتيجي راقي ورائع جدا، وايضا نفس الموديل بلوينات مختلفه. هنايا هذا لونسومبل هذا اللي تيجي بالسروال اللي تيكون لارج مع الفوقاني ديالو اللي تيكون محلول اولا مفتوح كله بازرار اولا بصدايف كيجي على الامام، وكما كتشوفوا لون رائع. وتيجي مع حذاء اللي تيكون اولا مع صندال اللي كيكونوا كلاسيكيين بالطالون، يعني لبسه اولا انصومبل رائع. الكميمات كيكونوا مجموعين كيف ما كتشوفوا تيجي رائع جدا. واكيد الفولاغ اولا الشال ديالها يكون يكون فيه لوينات في هذا اللون ديال هذا لونسومبل هذا. بالنسبه للنساء اللي تيبغيو هاد نوعيه اللباس نمروا الفساتين اللي هي دارجه دابا على الموضه، وهادو فساتين دائما واسعه كتكون كميمات كيف ما كتشوفوا كيكونوا واسعين ومجموعين وتيجيو لي بلي لتحت ديال الفستان. وكيف ما كتشوفوا كيكونوا هناك صديفات اولا ازرار اللي كيكونوا من الثوب نيت مغلفين بالثوب ديال الفستان. نفس الموديل في اللون اخر اللي هو اللون الاسود تيجي ايضا رائع جدا وراقي بالنسبه للناس اللي تيبغيو الالوان اللي كتكون يعني ما كتاثيريش ما كتجلبش النظر، فهادو اللوينات زويونين بزاف موديلات راقيين ورائعين لفصل هذا الصيف. غندوزو الموديل اخر ودائما مع الفساتين، وهنا غيجي فستان اللي كيكون مفتوح كله من الامام بالازرار اولا بالصدايف مجموع. كميمات كيكونوا واسعين ومجموعين بحال كيف ما متعودين في كثير من الموديلات اللي كنشوفوا معنا، ومع حزام كيكون على الخصر. وهنا كيجي ايضا بلوينات مختلفه كيف ما كتشوفوا امامكم. وانا اختارت باش تعمل له شال في الكحل، يمكن ايضا نعملوه شال باش نفسحوا هذه اللبسه يكون في الابيض ويكون فيه لون من الوان هذا الفستان. اللون ماشي من الوان الفستان، لون من ديال الفستان يكون في الشال لان الفستان فيه لون واحد. هنا كتشوفوا فقط لوينات اخرى كيف ما شفتوا في الاسود، وكتشوفوا اللون اخر وكلهم راقيين ورائعين. هذا في لون اخر، وكما كتشوفوا موديل واحد اخر نفس الموديل غير اللون اللي مختلف. غنمروا لفستان واحد اخر. كيف ما كتشوفوا هذا الفستان كيجي كله من الخصر لتحت كله واسع وبلي بلي كيجي رائع جدا، لون انيق جدا ومحبوب عند جميع البنات الصغار والسيدات، لون انيق جدا وكلشي كيحماق عليه. وكيف ما كتشوفوا لبساته مع اللون الابيض في الصندال كيجي انيق جدا. هنا غنشوفوا موديلات ديال دي زونسومبل كيف ما كتشوفوا اللي هما وسيسعين تيجيو زويونين بزاف ومريحين في اللبسه كيف ما كتشوفوا امامكم. هنايا السروال تيكون قصير شي شويه وكيكون واسع، والفوقاني ديالو كيف ما كتشوف كيجي نازل الوان اللي هما مختلفه. موديل رائع ومريح ايضا لفصل هذا الصيف، مريح جدا.
غنمروا دائما مع الفساتين. وهنا فستان اكيد تركي. هذا هنايا هاد النوعيه الفساتين انا كنفضلها تكون هكا في المساء اولا في السهرات، لانها فساتين شويه كتكون كلاسيكيه، فكنفضلها هكا للسهرات الخفيفه اولا المساء الا كنا معروضين على العشاء او شي حاجه. كتجي انيقه جدا كيف ما كتشوفوا، الكميمات مجموعين، كتجي فيها ديك البلي في الوسط. فستان بسيط جدا لكنه راقي جدا وانيق. وهنا غنمروا هنا التنسيق ديال الملابس ديال دائما المحجبات وغير المحجبات، البنات اللي كيبغيو لباس محتشم. فهنا كيف ما كتشوفوا يا جيب كتجيب لي بلي كلها، وكيجي عليها داك الفوقاني اللي كتشوفوا محلول سوا بالازرار حتى لتحت. كميمات دائما وسيسعين ومجموعين. وهنا كتشوفوا في لوينات مختلفه، شفنا الاخضر، شفتيو الاسود، ومازال غنشوفوا لون واحد اخر في الفوشيا كيف ما تيظهر امامكم هنايا. موديل راقي جدا كما كتشوفوا. الكميمات هنايا كيكونوا مجموعين. جا غزال هذا الموديل هذا كما كتشوفوا امامكم. وانا هنايا غادي نوقف وغادي نخليكم ونقول لكم نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله. دمتم في رعايه الله. بسلام عليكم.